لما الاعجاب بالاشرار يزيد عن حده بعض الناس بتبدا تقلدهم في الحقيقه. هنا بقى تيجي المشكله، وهنا بنشوف امثله خطيره. يعني مثلا بسبب فيلم دارك نايت سنه 2012 واحد اسمه جيمس هولمز دخل السينما، وفي امريكا كانت بتعرض الفيلم وكان لابس لبس الجوكر، ودخل الفيلم في السينما وفتح النار على الناس وقاتل 12 شخص، انت متخيل؟ واصاب العشرات. لما حققوا معاه قالوا انه كان متاثر بشخصيه الجوكر، وهو عمل كده عشان هو بيستلهم نفسه منها. وفي اليابان في واحد قتل عيلته وقال انه كان متاثر بشخصيه شريره برضه في فيلم. وفي مصر شفنا الشباب بيتقمصوا دور البلطجي عبده موته واشخاص تانية ما يعلم بالله ربنا، وده عمل مشاكل كبيره في الشوارع. في امريكا في قضيه شهيره لواحد قتل صاحبه بعد ما لعبوا لعبه مستوحاه من فيلم سكريم، وكان متاثر بالشخصيه الرئيسيه للفيلم. طب ليه ده بيحصل؟ ببساطه لان بعض الناس مش بتفصل بين الخيال والواقع. الاشرار في الافلام عندهم قصص مؤثره، وده بيخلي بعض المشاهدين يتعاطفوا معاهم لدرجه انهم يقلدوهم. ولما تبدا الافلام والمسلسلات تعرض الشر كانه شيء كول او شيء جذاب، ممكن الشباب الصغيرين يتاثروا ويشوفوا ان ده طبيعي.